ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في احسن حال. النهارده عملت فطاير، تقدروا كده تسموها سندوتشات، هتنفعكم قوي. كمان عملناها صيامي، تنفعكم قوي في اللانش بوكس للاولاد اللي صايم. عايزه اقول لكم النتيجه روعه. يلا حبايب قلبي نقول الطريقه مع بعض. هنا اول حاجه معايا كيس من الخميره الفوريه، عليهم معلقه سكر كبيره، وانا بحطها في كوبايه وهضيف عليهم ميه دافيه، وهقلب كويس جدا عشان لحد ما ادوب الخميرة مع السكر. معلقة السكر تمام، هدوبها كويس. لو انتي مش متأكدة من الخميرة بتاعتك خلاص هنضيف كل الحاجات الجافة فوق الدقيق. لكن لو زي كده ما اختبرتهاش، يعني الخميرة أول مرة هتجيبيها، فهتختبريها تعمليها اختبار زي كده. وسبتها بالظبط 2 دقيقة، وغطيتها وكانت فارت تمام لحد كده ما فعل الخميرة. هنكمل ونشوف بقى. معانا كيك شيف، هناخد منه معلقة. هنا طبعا أول حاجة 5 كوبايات من الدقيق، والدقيق ده يكون منخول مرتين، ودي المرة التالتة بنخله معاكم. أول حاجة كده كوباية تمام، والكوباية التانية برضو هنخلها. 5 أكواب من الدقيق تمام، والدقيق يكون كويس يعني معمول للمعجنات. ودي كده تالت كوباية. انا بحفظ الدقيق في العلبة دي، وبكون برضو نخلة، وباجي زي كده لما باجي اشتغل بنخله تاني. كده خلاص خدنا 5 أكواب من الدقيق تمام. عليهم معلقة صغيرة كيك شيف أو بيكنج باودر، المتاح عندك. معلقة صغيرة، وطبعا نص معلقة ملح. وهقلب هنا. وهنا حبايب قلبي لو عندك حليب جوز الهند باودر تمام، لكن أنا مش موجودة عندي، فجبت الكريمر النباتي. خدت معلقتين من الكريمة النباتي، وده موجود عند أي سوبر ماركت. تمام كده مية دافية للعجن، والخميرة اتفعلت معانا زي الفل. ضفت الخميرة ونص كوباية الزيت، زيت يكون عباد الشمس، وكده هعجن كويس جدا. بصوا بقى العجن يكون كويس جدا. وبصوا بضيف كده بق بق مية، يعني المية بالتدريج عشان العجينة ما تزيدش المية وكده تمام. بصوا انا وبعجن كده بديها بالبقس طبعا. هتحسوها كده ان هي العجينه بتلزق، بس برضو هاخد اكتر من ربع ساعه وانا اعجن فيها. اهم حاجه تكون الدقيق كله اختفى والعجينه تكون طريه، وهنديها كده شويه بوكس كده مع بعضنا. عجن كويس جدا بصوا، لحد ما تفلت من ايدي. كده خلاص اغطيها واسيبها تختمر. طبعا في الشتاء بتاخد ساعه، في الصيف نص ساعه. طبعا هنا معايا فلفل الوان اصفر واحمر واخضر، بصل مقطع، وعندنا بطاطسية مبشورة وكوسة مبشورة، والجزر مبشور، والتوابل طبعا الزعتر مطحون تمام، حبهان، وفلفل اسمر. طبعا احنا هنقول برضو ال- الكمية اللي احنا هنستخدمها. احنا شغالين على البوتاجاز طبعا، طاسة ومعلقتين زيت، وهننزل بالبصل اللي قطعناه طبعا. لو بصلة كبيرة كده تمام، لو صغيرة هنحط بصلتين. طبعا هنحط عليهم كده حبيتين توم، وهنقطعهم. بس طبعا بعد ما قلبت في البصل 5 دقايق بالظبط، ونزلت بالثوم تمام. بعد كده خلاص اخدت لون كده ودبل معانا البصل. هننزل بالفلفل الالوان، فلفل اسمر احمر، فلفل اصفر، وفلفل اخضر تمام. وده احنا عارفين طبعا بيدي طعم من لذاذه جميل قوي، وفيتامين سي. طبعا نزلنا بالكوسه المبشوره والبطاطس المبشوره والجزر المبشوره، وهنقلب. يبقى كده واحدة كوسة كبيرة بشرناها، واحدة بطاطسية كبيرة بشرناها، واحدة جزراية كبيرة بشرناها.
تمام. ونزلت طبعا 5 دقايق كده لحد ما تستوي او 10 دقايق. هنزل بواحدة مرقة كده، ودي اختياري. طبعا هنزل بالتوابل: حبهان، بصل بودر، توم بودر، فلفل اسمر، بابريكا. تمام، التوابل اللي عندك. وانا بحب تملي احط الحبهان، بيدي طعم حلو في الوصفة دي. عايزة اقول لكم الوصفة دي فيها كل العناصر الغذائية. كده خلاص انا هطفي عليها. هنا طبعا كانت العجينة اختمرت معايا. رشة دي كده خرجت طبعا الهواء من العجينة. خدت ساعة وكانت اختمرت. طبعا قسمت العجينة. بتقسميها كورة كبيرة او صغيرة او وسط، الحجم ده يرجع لك انت. وطبعا هندورها كده دواير ورشة دي. وهنحط طبعا الكرات اللي احنا عملناها العجينة. عايزة اقول لكم قد ايه هشة وجميلة قوي وخفيفة جدا. وعلى فكرة مشبعة قوي للي بيعمل دايت. فعلا فعلا يعني هتاخدي كده تاكلي واحد هيصدرك جدا. مشبع جدا جدا طبعا عشان احنا حاطين خضار فيتامين سي وفلفل الوان. يعني عايزه اقول لكم التوابل حاجه جميله قوي. طبعا الكرات كانت ارتاحت معايا بالظبط 5 دقايق. عشان ايه؟ بفرط تفرديها كده الكوره كوره. يكون اي منشبه عندك وهتفرديها كده زي ما انا بفرد. تمام. بس انا عايزه الفردة زي كده تكون مطولة مطولة. تمام. طبعا هنا عندي بالعجلة بتاعت البيتزا بعمل خطوط كده. طبعا كده خلاص قفلناها. هننزل كده بمعلقة من الخليط السكر اللي احنا عملناه ده، وقطعة لانشون. طبعا اللانشون ده حبايب قلبي صيامي. الصيامي بيتباع في اي دير. تمام. طبعا الصينية دهناها زيت. وهرص اللي انا هخلصه هرصه بنفس الطريقة. هفرد كرة تاني. بصوا العجينة طول ما مرتاحة كويس واختمرت كويس تفرد معاكي بكل سهولة. عايزة اقولك جميلة اوي مورقة اوي بجد بجد يعني. السندوتش ده زي القطن كده. وانت طبعا شفتي في اول الفيديو قد ايه هشة انا وبقسمها. شوفيها برضو في اخر الفيديو. حط اللانشون طبعا. ممكن في الصويا، ممكن في الفطار، ممكن تعمليها لأولادك في المدارس. حلوة قوي بدل العيش الفينو مش بينجح مع أي حد. الوصفة دي هتنجح معاك. ممكن تعملها لهم بحشوة الفراخ، بحشوة الجبن، ممكن بحشوة لحمة. يعني براحتك بحشوة أي أنت بتفضليها. بطاطس هتعمليها حلوة قوي هتنفعك قوي للأولاد. كمان مش مكلفة خالص ولا حليب ولا أي حاجة ضفناها. يعني مش مكلفة خالص. يعني كل حاجة موجودة في البيت. تمام كده. وهنتناقش طبعا هنداري بصوا زي ما شفت كده. تمام. زي ما شفتوا كده في الفيديو يا حبايب قلبي. بصوا مثلث بيجي كده وكده وهنبدأ نقفله كويس جدا طبعا. وهنيجي نقلبها بالشكل ده. بصوا اللي احنا قفلناها تبقى من تحت في الصينية كده. خلاص هسيبها تختمر طبعا وغطيها. بعد ما اختمرت معاكي طبعا عسل اسود. ومش هنكتره، هنحط معلقة مية. وافضل طبعا لو عندك نسكافيه هنعمل خليط النسكافيه. ما تكتروش، احنا عايزينه لون بس عشان ما تبقاش العسل من فوق محلي. انا بدي كده، انا عايزه لون بس مش اكتر. يعني يدوب كده من فوق وبالراحه عشان الخمر طبعا. وانا في الوقت ده مولعه الفرن. طبعا بترشي سمسم وكده خلاص بتدخليها الفرن.
بعد ما تستوي بنخرجها من الفرن وبنغطيها من فوق 10 دقايق، بقى هتلاقيها اتخلعت لوحدها بالسكينة زي ما انت هتشوف كده. بصوا طرية جدا. هنعمل ايوه كده بالسكينة وهنخرجها عادي جدا، وممكن تحطيها في اي علبة، ممكن تحتفظيها في الفريزر للاولاد وتطلعيها على التسخين. ليه بيوقف ليه كده؟ اضغطوا لي لايك مفيش مساحة واشتراك وتصور صورة. وتفعيل زر الجرس، اوعوا تنسوا، ولايك وشير كتير. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. حبايب قلبي الغاليين عليا. بصوا بقى ورق الفيديو بيتحدث عن بصوا. نفسه.